وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لا يا جدعان، اقسم بالله المفروض هي اللي تنزل تصور مكاني. ما شاء الله تبارك الله، مغرده صغيره صحيح، وبتقول لك الكرب. انت عندك كام سنه عشان تعرفي الكرب ده؟ عندك كام سنه بقى؟ 12 سنه ما شاء الله. شوفها تقول عندها 25 سنه. طريقتها غريبه صراحه، يعني عندها كاريزما كده مع حالها كده، مش زي اي حد. يلا بينا يا جدعان، الضحيه الجايه دي جايه علينا ان شاء الله باذنك يا رب، نسالوها باذن الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله. خدي يا صنانه. انت في سنه كام؟ في سنه كام انت؟ أولى إعدادي. أولى إعدادي؟ جايه منين دلوقتي؟ من الدرس. طب ممكن نصور حلقه معاكي؟ ليه كده؟ عشان متضايقة بقى وجايبة، عشان للأسف أنا جايبة مجموع وحش في الدرس. لا تقنطوا من رحمة الله، سبحانه، الله غفور، الله كريم، الله رحيم. جايبه مجموع وحش في الدرس؟ في امتحان الأسبوع. في امتحان الأسبوع جايبه فيه مجموع وحش. جايبه كام من 10؟ امتحان من 10 ولا من كام يعني؟ من 20. انت جايبه كام من 20؟ 18 من 20. انا يا بنتي كنت بجيب 10 من 20 ومرضي. سبحانك يا رب. هو أنا زعلانة جدا إن أنا جبت 18 من 20 عشان أنا دايما بقفل. بتقفلي الامتحان؟ أو أكتر من كام؟ أكتر من يعني بتجيبي 21 من 20 ولا إيه؟ لأ يعني لو كانت درجة أكتر من كده. بتقفلي. بقفل. هو عامة يا جماعة أنا مبسوط قوي إن هي زعلانة، إن هي جابت 18 من 20 وزعلانة. هسألك سؤال في القرآن ده هيخليكي تقفلي كل المواد كلها. خلي بالك أنا عارفاك وبشوفك على النت. احلفي بالله. والله العظيم. يعني عرفتيني خلاص؟ وعارفة الترند بتاعك كمان. أنت ممكن تسمعني وأنا بقول اللي هو ترند وقال فرعون ذروني، أنا أول مرة أسمعه منك. أول مرة في حياتك سمعتيه من أنا؟ قولي. وأنا عارفة إن هو من بس قولي، هسألك السؤال برضه، ما تهربيش من السؤال. لا مش ههرب. طب قولي كده، سمعينا صوتك. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني مقفلة القرآن كمان ومقفلة الامتحان ومش عاجبك. لا مش مقفلة الامتحان النهارده. مش مقفلة الامتحان النهارده فمتضايقة، بس صوتك ما شاء الله تبارك الرحمن عليكي في القرآن ومعدية كده من قدامنا عادي. يا نهار أبيض عليك. طب أنت حافظة يعني أنت ختمة القرآن كله؟ هقول لك على آية في القرآن لو سمعتيها كويس إن شاء الله ربنا هيخليكي تقفلي كل الامتحانات. ماشي؟ أعظم آية في القرآن. أعظم آية في القرآن؟ إيه هي أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي. يا جدعان ده درسة كويس. دي درسة كل حاجة وجاية لنا. دي مقفلة المناهج وجاية دي يا جدعان. قولي آية الكرسي. كل ما أقول لها أقول لك آية تقول لي أعظم، تقطعني. قولي آية الكرسي يلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، صوتها جميل جدا يا جدعان والله العظيم. طب انا هسألك آية برضو، في آية تعرفي سورة ايه؟ عشان خاطر الآية دي بجد لو فهمتيها هتقفلي كل الامتحانات وهتخشي طب. فهمتها. لو فهمتيها هي بتتفهم. ايوه الآية بيتفهموا من الآية، امال الآية اللي بيحصل فيها تضحكي؟ الآية بتتفهم، أنا عارف لازم تفهمي الآية. الآية بقى اللي أنت هتقولها. ايوه قول. اصبري، ما الآية دي بتتفهم يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دي سورة إيه؟ البقرة. ما شاء الله صح كده، الله ينور عليكي. سورة البقرة. الآية دي بقى كده أنا عايزك طالما أنت عمالة تقولي بتتفهم ولا بتتحفظ فهمها لي بقى. لو ما فهمتهاليش أنا مش هقول للناس يخلوا الصفحة بتاعتك 100,000 النهاردة. لو فهمتها لي والناس فهمتها صفحتك هتوصل 100,000. أنا لو فهمتها وقلت معناها الصفحة بتاعتي هتجيبني 100,000. هتوصل 100,000 النهاردة. إزاي بقى؟ انت حاجة بتاعت ربنا بقى مالكيش دعوة. قولي كده بقى اللي أنت فهمتيه من سألك الآية. عبادي عني فإني قريب. ديت بتدل إن ربنا معانا في الشدة، ولو احتاجنا أي حاجة هو قريب مننا في الدعاء والسجود عند الصلاة. لو عندنا كرب أي حاجة بنقولها لربنا وبندعي إن هو يغفر لنا أو يعمل أي حاجة لينا فإنه قريب مننا فيستجاب إلى دعائنا. لا 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 يا جدعان اقسم بالله المفروض هي اللي تنزل تصور مكاني. ما شاء الله تبارك الله، مغرده صغيره بصحيح وبتقول لك الكرب. انت عندك كام سنه عشان تعرفي الكرب ده؟ عندك كام سنه بقى؟ 12 سنه ما شاء الله. تشوفها تقول عندها 25 سنه. طريقتها غريبه صراحه، يعني عندها كاريزما كده مع حالها كده مش زي اي حد. ربنا يبارك فيك يا رب. طب انت ايه طيب حافظه حاجات تانية ممكن تقولها لنا؟ طب انا ممكن اقول انا ايتين بحبهم من قلبي فعلا، من قلبي انا من قلبي كده بعشقهم. ايه هم الايتين اللي انت بتحبيهم من قلبك؟ هم ايتين لو انت حزين او عندك اي حاجه بتقولهم بترتاح نفسيا وعصبيا وجسديا وكل حاجه بجد والله. طب يلا بينا نسمع الايتين من المغرده الصغيره. هتسمعنا ايتين، لو سمعتهم ايه اللي هيحصل؟ جسمك بترتاح نفسيا وجسديا وعصبيا وكل حاجه. وكل يلا حاجه. بينا نعرف الايتين اللي انت بترتاح فيهم خالص دول. اقول الان الاول والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دي أول آية. ما شاء الله دي أول آية فعلا. ألا بذكر، هي فعلا هي الآيات دي اللي أنا دايما بقولها برضو. أنت لو عندك إيه بالذي لو سقطت في ثالثة ثانوي 3 مرات، لو الدنيا اتدمرت في وشك، اقرا قرآن يا حبيبي. وما خلقت قلبك بيطمن وبيرتاح حتى لو انت عندك اي حاجه. يعني انا ماشيه انا كده وانا مش عارفه الامتحان ايوه مش مقفله فيه والله انا كنت بقرا الايتين دول. انا بقرا الايتين دول عشان انت مين اللي قال لك الكلام الجميل ده؟ يعني انا عايز اعرف مين اللي وصل لك كم المعلومات ده. انت في ازهر؟ لا انا مش في ازهر. مش في ازهر. دي الجلطه بقى. يعني عايز اعرف المعلومات دي جات لك منين؟ هو في حد بيحفظ قرآن ومش عارف المعلومات دي؟ في حد مؤمن مسلم بيحب ربنا بيحب القرآن بيحفظه بإتقان مش عارف الحاجات دي؟ وانا عارفه معلومات عن النبي. يا بنتي انت متاكده ان انت عندك 12 سنه؟ فعلا. ايه الرد ده يا جدعان؟ يعني انا نفسي لو حد سالني وانا عندي 12 سنه مستحيل كنت ارد الرد ده.
لا طبعا. انت يا بنتي بنت غريبه انت طلعتي لي منين؟ ما شاء الله تبارك الله. بقول لها مين اللي علمك الكلام ده؟ بتقول هو في حد مش حافظ القران ما يعرفش؟ لا لا، رد ياخد 10 من 10، يقفل بيه امتحان. يعني هنقفل هنقفل يعني هنقفل وهخش طب ان شاء الله. عايز اخش يا طب رب. اسنان؟ طب اسنان ولا اسنان ايه؟ لا. بجد عايز تخش طب بشري؟ انا بخاف من الدم. بتخافي من الدم؟ طب ما الطب البشري فيه دم. نو اطفال. اطفال، هتعالجي اطفال بس ان شاء الله. طب ماشي يلا بينا عشان يا دكتور. يعني هشتغل انا في عياده واخلي حد يشتغل في الصيدليه على اسمي يا دكتوره بقى. شغل عالي يابا، شغل. هي مسستمه الحياه، هي مسستمه حياتها على هذا الوضع. طيب مستقبل بقى. صح كده، اهم حاجه المستقبل. بتفكر في مستقبلها وهي في اولى اعدادي. في ناس خلصت كل حاجه في حياتها ولسه قاعده على القهوه. سبحانك يا رب. خد المغرده الصغيره قدوه ليك. يعني اللي انت قاعد على القهوه ده فوق شويه عشان الدنيا بتخلص، احنا بنلم الشادر. يلا قولي بقى كده، هتقولي لنا حاجه تانية ولا ايه؟ ولقد نعلم انك يضيق قولي يلا بينا. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله الله على جمال الصوت، وفعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب.